في مرة كنت متخانق أنا ومراتي خناقة كبيرة، ولازم أعترف إن أنا اللي كنت غلطان ساعتها، وكنت ناوي إني أصالحها يا جماعة والله، بس لقيت حماتي بتكلمني وبتقولي إحنا جايين نقعد معاكم شوية وبنتصل نشوفكم موجودين ولا لأ. طبعا قلت لها تنوري البيت يا حماتي وقفلت معاها، وبصراحة أنا بحترم أهلها وبتعامل مع أبوها كأنه أبويا بالظبط، فقلت أكيد أول ما هيدخلوا من باب الشقة مراتي هتقول لهم إننا متخانقين وهيبقى شكلي وحش قدامهم دلوقتي. بس الغريبة إن من أول ما دخلوا مراتي استقبلتهم بضحكة جميلة، وكانت متعمدة إنها تقول لهم إننا كويسين ومفيش أي حاجة، وقالت لهم ده حتى كنا خارجين النهارده وكويس إنكم لحقتونا قبل ما ننزل، مع إننا أصلا متخانقين ومفيش أي حاجة من الكلام ده. ومراتي ساعتها كبرت في نظري جدا، بس اللي ما عملتش حسابه إن حماية وهو قاعد بيسألها وانتوا يا بنتي عاملين إيه مع بعض؟ اوعى يكون جوزك مزعلك ولا حاجة. قالت له لا أبدا، يزعلني إيه بس يا بابا؟ ده بيحاول يبسطني ومش عارف يجيب لي إيه ولا إيه، ده حتى كان طالب لي أوردر من على النت شوية حاجات رفيعة كده بحوالي 3000 جنيه، وراحت مطلعة تليفونها في نفس اللحظة وبتقول لي حبيبي انت نسيت تكتب لي رقم الفيزا عشان اطلب الاوردر. حسيت وقتها ان مراتي بتمضيني على كمبيالات وهي بتقول لي ادفع يا حبيبي.